السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو غادي نشوفوا لقطات اللي جديدة ورائعة لمسيرة مغربية من نوع وينغ لونغ واحد، واللي كانت راجعة من إحدى مهام قصف وتبندير المرتزقة في المنطقة العازلة. وكيف كتشوفوا في الفيديو فالمسيرة المغربية كانت راجعة للقاعدة الجوية ديالها وهي محملة بصاروخ واحد. وفي العادي في هذه المسيرة كتقدر تهز جوج ديال الصواريخ أو القنابل، يعني المسيرة المغربية استعملت الصاروخ الثاني ديالها في ضرب أحد الأهداف ديال مرتزقة البوليزاريو. وهذه المسيرة وينغ لونغ واحد كتعتبر هي أول درون مسلح غادي يدخل للخدمة عند القوات المسلحة الملكية المغربية، وتحديدا في أواخر سنة 2020، واللي كنا خديناهم بشكل مستعجل وكمساعدة من عند دولة الإمارات الشقيقة. والعدد اللي كانوا عطاونا هو 4 ديال المسيرات زائد الذخيرة ديالهم، وهذا الشيء بسبب إعلان الحرب من طرف مرتزقة الجزائر على المغرب. وحيت من قبل الإعلان ديال الحرب فالمغرب كان مهتم غير بالمسيرات ديال المراقبة والاستطلاع، وما كناش مهتمين أو عندنا مسيرات مسلحة. لكن إعلان الحرب ديال المرتزقة غادي يبدل طريقة تفكير قواتنا المسلحة، وهنا فين اتجهنا لزيادة أعداد وينغ لونغ واحد، يعني ولات أكثر من 4 ديال المسيرات. ثم اتجهنا لمسيرات بيركدار بالعشرات ووينغ لونغ جوج وأكينجي واللي غادي تجي قريبا. وهذا الفيديو الجديد كاين فيه الهضره اللي كانت كتروج من قبل باللي مع دخول بيركدار والوينغ لونغ جوج للخدمه عند سلاح الجو المغربي، فمسيرات وينغ لونغ واحد اللي كنشوفوا في الفيديو فغادي يتم اخراجها من الخدمه. لكن هذا الفيديو جا كتاكيد ان المسيره مازال خدامه ومازال كتبندر المرتزقه في المنطقه العازله. حتى لهنا غادي يكون الفيديو سالا، نتلاقاو في الفيديو القادم، مع السلامه.